أهلا بيكم حبايب قلبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. أهلا بيكم في قناة التاروت وأسراره. عايزين نعرف النهارده في الفيديو بتاعنا، هو بيراقبك في وقت الزعل والفراق ولا مش شايفك أصلا ولا مش مهتم لحالك؟ يعني أنت إيه بالظبط كده معاه؟ تعالوا نشوف في برج مراقبة ليه ولا الدنيا مش فارقة معاه. دوت النهارده الفيديو بتاعنا، وعايزين برضو نشوف السؤال بتاعنا. تتصرفي ازاي مع الراجل البخيل في عواطفه، في حب من ناحيتِك؟ يعني الراجل البخيل، بخيل عواطف، بخيل حُب، أنتِ عمّالة تدّي حُب وفرحانة وعمّالة تدّي العلاقة وتنمّيها وهو ولا هو هنا، ده تتصرّفي معاه إزاي؟ طبعًا عايزين نفيدوا بعض بالإجابة، ويالّا بينا نشوف الفيديو بتاعنا، هو بيراقبك والّا لأ، وبيبُص عليك وقت الفراق والّا لأ؟ معانا مجموعتين، القراية الأولى والقراية التانية بالأحجار وبالحروف، طبعًا حروف اسم الشريك. يالّا معانا المجموعة الأولى بالحجر الأسود ده، حجر حلو برضه طاقته جميلة، معرق كده بسيط، فاتح كده أبيض فيه بسيط كده. يلا بينا نشوف المجموعة الأولى. ألف ت خ ص ك ش ف ي ه ر ط م ذ ع. حروف المجموعة الأولى اسم الشريك. المجموعة التانية بالحجر الحلو البني ده، ويلا بينا على حروف المجموعة التانية. س ج و ن ق ز س ظ ض ب ج ل د ح. حروف المجموعة التانية اسم الشريك. يلا بينا. طبعا أظن كده اللي قدامكم الأحجار والحروف، يا رب تكون واضحة أهي ليكم. يلا بينا أكون ارموا طاقتكم ثواني كده علشان نشوف. تمام. يلا بينا. هو بيراقبك في البعد ولا الموضوع مش فارق معاه؟ حبيبك وقت البعد والخلاف بيراقبك، وقت الزعل وبيبص عليك، ولا هو مش شايفك اصلا، ولا انت اصلا مش فارق معاه؟ يعني الحكايه كلها مش فارقه معاه. يلا بينا نشوف هو بيراقبك ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. بيحبك حب كبير قوي، بيحبك حب كبير قوي. بيعترف لنا ان انا كنت متهور. يلا بينا كده نشوف القرايه واحده واحده. بيعترف لنا ان انا كنت متهور، وان انا كنت ارعن، وان انا ما كانش عندي عقل للدرجه. انا بوظت الدنيا، دمرت العلاقه، خربتها. انا نفسي اقعد اتكلم معاك، نفسي اقعد اتواصل معاك. انت وحشني. ده طبعا هو بيقول لك الكلام ده كله. انا هنزل كروت تانية علشان اعرف هو بيراقبك ولا لا، لان انا لحد دلوقتي هو ماسك على مشاعره، مش عايز يقول لي، مش عايز يبوح لي، يعني مش عايز يديني سره. بس انا برضو واحده واحده معاه هنزل قرايه كروت تانية. بس خلينا دلوقتي نقول الكلام اللي هو جواه وبيقوله لنا. هو بيقول لنا، بيعترف لنا اعتراف صريح قوي وقوي قوي. بيقول لنا انا كنت متهور، انا شخص ما بحسمش الامور، انا شخص كنت ببوظ الدنيا بدماغي وبخربها، وما كنتش بسأل فيك. دلوقتي بعد ما عملت ده كله، ادينا اهو خدت جزائي ونايم ومتدمر وتعبان نفسيا ومش مبسوط ومش مرتاح. دي طاقته على فكرة، برضو هو بيدينا طاقته. بيقول لنا ومتكتف، انا لسه، بس انا متكتف في العلاقة، مش عايزة اسيبها وامشي، انا لسه بحبك. هو بيقول لك ان هو لسه بيحبك. طب ماشي، احنا كنا بنسألك سؤال يا عم، انت بتراقبنا ولا ايه؟ رجع قال لنا تاني مش عايز يرد علينا. بيقول لنا انا نفسي اديك حقك، انا نفسي اديلك الحق اللي عندي، عايزه ارضيك وافرحك. بيقول لك هنا كمان ان انت وحش، وان هو نفسه يرجع معاك في الفرحه تاني والعلاقه تاني. يعني هو خرب العلاقه ومشى وبوظ العلاقه علشان كان متسرع في قراراته، وهنا برضو شخص متسرع في قراراته. بس نفسه معاك في بدايه جديده على فكره، برضو ده كارت البدايه الجديده. فنفسه معاك، ده كارت المتهور. بس انا برضو بقول لك انا نفسي معاك ابدا بدايه جديده. كان كل ما يحصل مشكله ياخد بعضه وياخد البؤجه بتاعته ويمشي، ياخد بعضه ويهج، ياخد بعضه ويخلع. وبعدين بص واقف على تل الجبل من فوق، خربها واقف على تلها زي ما بيقولوا. او معنى تانية ان هو ما بيهمهوش اي ايه، عارفين اللي هو اي حاجه تحصل مش مهم، انا بوظتها، انا خربتها، ما بيحسمش الامور. يعني هو شخص بيقول لنا كده. فعشان كده بيقول لك انا نفسي ارجع تاني، ويبقى البيت يحتوينا تاني، وارجع للاسره تاني والفرحه. ده كارت الفرحه على فكره، كارت الفرح وكارت المناسبه وفرح باذن الله هيجمعكم.
هنا برضو بيقول لك انا قاعد ومعايا الحب الاساسي ليك، يعني انا الصولجان موجود والعمله موجوده. الحب النقود دي حب، يعني بيقول لك والنقود مكالمات. فهنا برضو بيقول لك برج الاسد طلع لنا، بيقول لك برضو نفسه يقابلك، هو نفسه يتواصل معاك ويقابلك وعايز يقعد ويشوفك. دي برضو رساله مبعوثه لك منه. هنا بيقول لك انت ست طيبه، انت ست حنينه، انت ست جميله، انت ما شفتش احلى منك، يعني برضو بيعترف لنا وبيقول لنا. بس برضو لسه لحد دلوقتي ما قاليش هو بيراقبك ولا لا، يعني عارف انت اللي ماسك على مشاعره قوي وكده. بس انا ايه يعني عايزه اجيبه برضو كده في كام كارت كمان. لان انا كان سؤالي يهمني قوي، هو بيراقبك في البعد. طبعا هي طاقته طلعت لي انا يعني خلاص انا مش عايزه اعرف انت بتراقب هو بيراقب ولا لا. لان اللي بيحب الحب ده كله واللي بيعترف ان هو خربها كده وعايز يرجع، كمان كارت الميزان، وعايز يرجع يراضيك ويفرح قلبك. وهنا كارت الفرحه عايز يفرح معاك تاني، يبقى معناها ان هو بيحبك وحد مشغول بيك وحد اكيد بيراقبك. بس انا اللي عايزه يعني اضيف كروت، يعني عايزه اشوف القرايه بتاعته رايحه لفين برضو كده. هنضيفه برضو كام كارت كده. بصوا هو بيعترف لنا تاني برضو، بيقول لي برضو الكارتين بيكملوا بعض. كنت انا بمشي وببوظ العلاقه، وهنا برضو بمشي وببوظ العلاقه، يعني تاكيدا ان انا اللي خربت العلاقه. عارفين انتوا الشخص اللي كان يجي ياخد منك كل حاجه حلوه ويمشي، الشخص اللي كان يجي ياخد فرحتك ويمشي، الشخص اللي كان يجي ياخد سعادتك ويمشي، الشخص اللي ما كانش بيخليك مبسوط خالص، هو ده الشخص اللي احنا فاتحين له النهارده. شخص طاقته صعبه على فكره، وطاقته يعني مش احسن حاجه، شخص متعب، شخص بيعترف ان هو كان بيجي يستنزفك ويمشي. برضو كارت بيقول لك انا عايز اجي لك بسرعه، انت وحشني. عايز اجي اجري، يعني عارف بص الحصان بيطير وهو جاي بيطير بحب يعني. ده اللي لا ده مش مراقبه وبس، ده حب يعني. اظن كروته تخطت المراقبه، يعني انا مش شايفه له كروت مراقبه قد ما هو كروت بتجري، حد عايز يجري، الفرحة الحب الاهتمام بيطير، عايز يجي لك طري جري يعني يطير. وبرده بص برده احنا هنا بيسرق وكل حاجة وبيراقب برده، يعني بص هو بيسرق وبيجري وبيخطف كل حاجة وبيراقب وبيبص عليك. يعني انت بص الكارت واضح وصريح، يعني انا بسرق الحاجة منك وبراقبك. يعني هو كارت المراقبة، انا كنت عشان كده قلت عايزة انزل كروت تانية واشوف الدنيا ايه. بيراقبك وبيبص انت تعبان ولا فرحان، انت مبسوط ولا حزين، يعني انا بعد ما سرقت الحاجات دي وجريت وبيراقبك، طب انت عايش ازاي؟ ففي مراقبه طبعا منه. كارت الفجوه برج الاسد والجدي طلعوا لنا، بيقول لك انا عايز ابدا معاك بقى دنيا جديده، خلي بقى اللي راح راح بقى وخلينا نبدا بقى. وبس هو في اعترافه، هو اعترف لنا وكان صريح، طاقته كانت سهله جدا بالنسبه لي. قال لي ان هو انا متعب، انا دمرتك نفسيا، انا بوظت الدنيا بدليل وربنا خد لك حقك، انا مغدور بيا، انا تعبان نفسيا، انا ميت، انا متدمر. هو بيشرح لنا حياته كمان، بيقول لنا حياته فيها ايه ودنيته فيها ايه وطاقته فيها ايه كمان في الوقت الحالي. فهو لو بيراقبك بيراقبك طبعا. طلع لنا كارت المراقبه بالتعب وبالسرقه، يعني شخص بيدمرك نفسيا ويمشي، شخص يجي ياخد كل حاجه منك حلوه ويمشي. شخص معترف ان هو كان بيبوظ العلاقه بينكم ويجي يبوظها شويه، وانت ضايقته بكلمه او كلمته حتى بكلمه عاديه ياخد في وشه ويمشي. ما عندوش فكره الكلام وهات وخد بيني وبينك، ما عندوش الفكره دي. لكن دلوقتي في الوقت الحالي هو بيتمناها وبيستأذنك وبيدور عليها، نفسه يرجع يتقابل معاك، هو نفسه يقعد معاك على فكرة، نفسه يقعد معاك ويتواصل معاك. ومتعلق على فكرة في العلاقة ومش عارف يتخطاك ومش عايز ينساك كمان يعني. بيراقبك بيراقبك. طلع لنا برج الجدي وبرج الأسد وبرج الميزان، برج الميزان برضو طلع لنا، وبرج الأسد تاني طلع لنا متكرر تاني، وبرج العذراء. تمام. فبرج القوس كمان طلع لنا. ف يعني يا رب ربنا يهدي لكم حالكم طبعا. يعني هو شخص شخص طاقته صعبه قوي على فكره، والله العظيم انا تعبت اقسم بالله، والله العظيم تعب لي طاقتي. المهم يعني ربنا يصلح حالكم يا رب كده. واللي حابب قرايه خاصه تواصل معايا من 0 على 015 5 4 6 6 0 0 6 5 من داخل مصر ومن خارج مصر على 00201 55 4 6 6 0 0 6 5 لحجز القراءات الخاصه طبعا. واللي عجبه ولو عجبكم القرايه ما تنسونيش بقى في اللايك كده والشير وكومنت حلو طبعا، ويا ريت نفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وكمان يا ريت تعملوا اشتراك للقناه عشان برضو تبقوا معايا على طول. اختاروا المجموعه الثانيه بالحجر ده البني الحلو ده وحروف اسم الشريك. يلا بينا.
حبيبك في البعد عنك بيراقبك، في البعد والزعل بيراقبك، بيراقبك. شكله هيطلع بيراقبك. بيراقبك جامد كمان شكله كده يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. في طاقة ندمان وميت تعبان نفسيا. بصوا، ما دام الشخص بيحب يبقى بيراقب. خلينا برضو ايه صراحة وفاهمين تبقوا كده معايا وعلى طول على الخط معايا. الشخص ما دام بيحب يبقى بيراقب، لانه لو مش بيحب يبقى مش هيراقب. وحتى لو من المراقبه خدت ايه من مراقبته، انا اهم حاجه عنده انه يكون بيحب، بس برضو يعمل خطوه، يعني ما يبقاش ايه حب كده مع ايقاف التنفيذ. يلا بينا. شخص ندمان قوي في الوقت الحالي، وشخص ميت كمان. طاقته صعبه قوي 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 قوي، وعايش في وحده، عايش في وحده وعايش في هجر كده. عايش حاسس ان هو مش مبسوط، يعني هو نفسه ندمان قوي. مش في طاقة حلوة، يعني هو حاسس ان هو مش في طاقة حلوة خالص. بيفكر فيك، يعني بيقول لك انا بفكر فيك كتير، مش عارف انساك. يلا بينا بقى كده نشرح كروته بالراحه. بصوا كارت الندم. بصوا كارت الندم، انت قدمت له ندمان على الحب اللي اتقدم له وعلى الحاجات الحلوه اللي اتقدمت له، وهو كان بيجهلها وهو ما كانش بياخد باله منها. بيقول لنا هنا برضو انا مت من بعدك، انا مش عارف اعيش من بعدك. انت كنت وانت موجود معايا كنت عايش، لكن وانت موجود مش مشيت، انا مش عارف اعيش. بيقول لك برضو ان قاعد ومستنيكي، الحب موجود، الحب موجود، مش عارف يتخطاكي. يعني هو هنا قاعد ومستني الحب مع انه ميت ومع انه ندمان. بيفكر فيكي ليل ونهار، بيبص عليكي، بيفكر فيكي على فكره. وكمان ده برضو كارت بص، يعني بيبص، يعني قاعد كمان في منتظرك، يعني الانتظار ده في مراقبه. تمام. بيفكر فيكي ليل ونهار، ده كارت التفكير. دماغه صدعت من كتر التفكير، مش عارف ينساكي ولا عارف يتخطاكي. بيقول لك ندمان، كارت بيكمل كارت، كروت بتكمل بعضها. ندمان على الحب اللي انت قدمتيه وهو ما فهمهوش وخد بعضه ومشي منه. يعني هو كان قاعد هنا في البيت ده، كان متصان، كان الدنيا حلوه، وهو اللي خرب الدنيا ومشى. فبيقول لك انا ندمان بمعنى الكلمه. هنا برضو في عزله، عايش في عزله، حتى لو بيشتغل، حتى لو حواليه ناس، بس بيقول لنا انا عايش في عزله وعايش مش مبسوط، انا عايش ميت، يعني انا مش مرتاح. هنا برضو بيقول لك انا متعلق في حبك، مش عارفه اتخطى حبك. انت حبك حب جميل، انا عايزه اجيلك، عايزه اقدم لك كاس الحب، عايزه اقدم لك كاس الحب وعايزه اجيلك، يعني انا عايزه اتواصل وأجيلك. بس خطوته بطيئه. بصي الخطوه بطيئه، مش بيجري زي الحصان التاني اللي وريته لكم، مش بيجري. وهنا برضو بصي ميت، هو عايز يجيلك، عايز يجيلك. بصي الخطوه بطيئه هنا ازاي، وبصي كمان هنا الخطوه بطيئه. بيراقب، بيبص، ما قلناش حاجه، وقاعد ندمان. تكفي الكارت ده ان هو قاعد بيبص عليكي ومراقبك وبندم. يعني قاعد بيراقبك وبيبص عليكي بندم، بحسره، ان هو قاعد بيبص على الحب اللي كان. ما هو ده في حد ذاته اكبر برج مراقبه، اكبر مراقبه. هو بيبص بندم وبحسره على الحب اللي كان متقدم له، وهو رفضه وسابه مشى، وسابه مشى. هو طبعا اللي مشى، بس هو لسه متعلق في حبك، لسه متعلق في حبك، وبيفكر فيكي كتير، بيفكر كتير، مش عارف يتخطاكي. تمام. دي بيراقبك ولا لا؟ بيراقبك وبيبص عليكي. ده كان سؤالنا النهارده. وعايزين نعرف برضو تتصرفي ازاي مع الراجل البخيل العواطف، اللي بيبخل عليكي بمشاعره، وبيبخل عليكي بكلمه حلوه، بيبخل عليكي بحاجه حلوه كده، اللي جاف المشاعر. تتصرفي معاه ازاي؟ نكتبه في الكومنتات عشان نفيدوا بعضينا. هتكتبي اي تعليق غيرك هيستفاد منه، والعكس صحيح. فاحنا بنفيد بعض يا جماعه للصالح. طبعا حضراتكم طبعا شايفين وشاهدين على ده. فاتمنى طبعا ما تنسونيش برضو في اللايك وكومنت حلو كده يعني. ما تنسيش برضو كده انك تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وطبعا تعملي اشتراك للقناه. طبعا انا بتمنى ده. وشكرا للناس الحلوه الجميله اللي بتدعمني. وطبعا اللي حابب قرايه خاصه يتواصل معايا على 015 5 466 0065 من داخل مصر ومن خارج مصر، على 0020155 466 لحجز القراءات الخاصه طبعا. ومعايا برج العذراء، ومعايا برج الاسد، معايا برج الحوت، معايا برج القوس، معايا برج الدلو، معايا برج الدلو تاني. طبعا دي الابراج اللي طلعت، ومش شرط كل الابراج تطلع، المهم ان احنا عرفنا طاقته وعرفنا هو بيعمل ايه. بيراقبنا بيبص علينا. واللي حابب طبعا قرايه خاصه يتواصل معايا، واشوفكم على خير.